لما تسيب اللي انت عايزه فعلا وتبص لاهداف غيرك هتلاقي نفسك بتضيع حياتك كلها بتعمل حاجات انت مش عايزها، ولو نجحت فيها هتوصل لنتائج مش فارقه معاك، ولما تموت هتحس انك ما عشتش اصلا لان اللي عشتها دي كانت حياه واحد غيرك. السلام عليكم، انا مصطفى وائل، وفيديو النهارده هيبقى مختلف شويه عشان عايز اتكلم فيه عن مشكله بشوفها حواليا في كل حته، في الجيم، في الشارع، في الكليه، بشوفها في كل مكان، وهي ان في ناس بتعيش عشان تحقق اهداف ناس تانية. فكره الفيديو جات لي في الاساس وانا بتكلم مع واحد زميلي من الكليه دحيح جدا وبيرتب وعلى طول بيطلع من العشرة الاوائل، ووسط الكلام قال لي انه مش بيحب دراستنا ومش ناوي يشتغل في المجال الطبي لما يتخرج. لا ثانيه واحده، يعني انت نويت تقضي 7 سنين من عمرك بتذاكر ونص اليوم قاعد على الكتاب وبترتب عشان حاجه انت اساسا مش مهتم بيها؟ طب ليه؟ انا عايز حضرتك تقنعني ازاي؟ اتكلمت معاه كتير واللي فهمته انه بيعمل كده عشان خاطر اهله وعايزينه يجيب تقدير حلو يتفشخروا بيه وسط قرايبهم بس، لكن هو نفسه مش فارق معاه وما عندوش اي مانع انه ينجح كل سنه ب 60 في الكليه بس لانه مش مهتم بالكليه ولا فارقه معاه اصلا. انا كمصطفى شايف ان مفيش سبب في الدنيا يخليك تشتغل وتتعب وتضيع وقتك ومجهودك على حاجه مش فارقه معاك اساسا عشان اهداف مش بتاعتك، مش هتفرح حتى لما توصل لها. ايه فايده انك تبقى غني جدا وملياردير وانت اساسا الفلوس مش فارقه معاك وكل هدفك في الحياه انك تتجوز وتعمل عيله صغيره؟ وايه فايده انك تعمل عيله ويبقى عندك بدل عيل 5 لو ده هينكد عليك وهيخليك مش مبسوط؟ الموضوع ده بشوفه كتير جدا في الجيم، ان ابقى بدخل بنش بالبار مثلا مع واحد والاقيه بيقول لي انه بيكره التمرين ده جدا ومش بيطيقه. مش بتطيقه؟ طب بتلعبوا ليه؟ ما تمارين الصدر كتير. يقول لي قريت على النت ان اي راجل لازم يلعب بنش بالبار بوزن جسمه مرتين، او ان التمرين ده من التمارين الاساسيه في الجيم. هو تمرين مهم واساسي، بس لو هيخليك تكره الجيم وتكره اليوم اللي عندك فيه تمرينة الصدر يبقى لازمته ايه؟ سعادتك اهم من الاستفاده البسيطه اللي هتاخدها لما تلعب التمرين ده بدل اي تمرين تاني انت بتحبه وما عندكش مشكله معاه. لو هدفك بالجيم ان شكلك يبقى حلو يبقى مش محتاج تتمنظر باوزانك، لكن لو هدفك تبقى لاعب رفع اثقال ومش مهم الشكل يبقى مش لازم تركز على عضلات الاستعراض. واصله لك الصوره؟ حتى قناه راجل مش مان، حتى الفيديو اللي بتشوفه دلوقتي لو انت مش مهتم، لو انت مش فارق معاك انك تلبس كويس او تحسن علاقاتك او ان شخصيتك تبقى كويسه، بس لقيت صحابك مهتمين بده وبيعملوه فبتعمل زيهم وانت مش فارق معاك، لا اقفل الفيديو بجد، شيل السبسكرايب من على القناه، بتكلم بجد، اقفل الفيديو، اقفل، هبعت لاداره اليوتيوب وهعرف. بس طبعا لو مهتم تبقى اشيك وتحسن شخصيتك وعلاقاتك يبقى سيب السبسكرايب زي ما هو. ما تسمحش لاي حد يحدد لك اهدافك، انت عارف كويس ايه اللي انت عايزه، عارف كويس ايه اللي بيفرحك. مش معنى ان صاحبك او اخوك عايز يوصل لحاجه يبقى لازم انت كمان تعمل زيه، كل واحد مختلف عن التاني. لو مش مهتم بالمذاكره او كليتك مش لازم تطلع الاول على الدفعه، لو مش عايز تلعب رجل ما تلعبش، لو حد حاول يختار لك اهدافك ما تهتمش بيه وركز بس في الحاجات اللي انت عايزها. بس ما تنساش زي ما انت ليك اهداف غيرك ليه اهداف مختلفه، فما تستغربش او تتريق على اللي بيضيع عمره كله في انه يجمع عملات قديمه او يربي حيوانات، لان دي اهدافه وهو حر فيها. على العموم لو حاسس انك استفدت اي حاجه في الفيديو تقدر تعمل لايك وسبسكرايب للقناه عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده، وما تنساش تبص في الديسكربشن على كل الفيديوهات اللي عملتها قبل كده. لو عندك اي موضوع عايز نعمل عنه الفيديوهات اللي جايه ما تنساش تكتبوا لي تحت في الكومنتات. شكرا لحسن استماعكم، السلام عليكم.